بسم الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنشوف الحاجة الحلوة الجميلة دي عملناها ازاي. معايا كوباية ونص لبن، ومعلقة كاستر، وسكر. يعني هحط معلقتين كاستر ومعلقتين سكر او 3، على يعني التحلية دي على مزاجك انتي. معلش ما تقوليش خطوات كتيرة، احنا عملنا حاجة حلوة وجميلة. وما تكسليش. وهنحطه على النار كده. قلتلك كوباية ونص بس لبن، يعني مقدار كده ربع كيلو لبن، ومعلقتين كاستر ومعلقتين سكر بس. وهنحطه على النار. وبعد كده نحطه في بولة كده وتحطي بقى في التلاجة. معايا بقى لفة جلاش. هقطعها كده حتت صغيرة كده رفنعة زي ما انتوا شايفين. حاجة جديدة في طريقة الجلاش، واعملي وشوفي. ما شاء الله يعني بجد كانت جميلة جدا. يعني زي ما يكون يعني أحلى من الملفيه، أحسن من الملفيه لما تجيبيه. زي كده. لما اتعمل كده زي أم علي كده، مع القرمشة، مع الحاجات اللي انتوا تشوفوها معايا كده. خلينا مع بعض خطوة بخطوة عشان ما تتوهوش مني. عملنا الكاستر وركناه في التلاجة يبرد براحته. مع بعض خطوة بخطوة بس. وهنقطع لفة الجلاش كده رفنع رفنع، خفيف خفيف كده، وهنشوف الدنيا فيها ايه. حبايبي، أحسن إخوات وأحسن متابعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعملي بقى حاجة حلوة لولادك. بس خلصت كده لفة الجلاش في الصينية كده، بعملها بفكها من بعضيها. وبعد كده هنجيب كوباية سمن وهنحطها عليها زي ما انتوا شايفين كده بس. وهتغلفي بقى ايه كل الجلاش ده بالسمنة. وانا كنت مولعة الفرن، وهروح احط الجلاش كده في الفرن زي ما انتوا شفتوا بالظبط معايا، بالسمنة فقط لا غير. بالله عليكم تشاهدولي الفيديو، شاهدولي الفيديو كده وتعلموا البنات الصغيرين، الأمارات العسلات الصغيرين. والله فرصة ان البنت تتعلم وتعمل. في بنات مبتعرفش تعمل حاجة بجد. ولادنا البنات اللي لسه داخلين على الجواز. بس معايا برضو نفس ايه الحكاية، كوباية ونص لبن تاني. ومعايا باكو بسكوت عادي سادة. هو باكو واحد بس. قهوة سريعة الذوبان. وشوكولاتة وحدتين، شوكولاتة مالدين، أرخص أنواع الشوكولاتة يعني، عشان متكلفيش نفسك. هما وحدتين بس اللي أنا حطيتهم. عايزة تحطي 3 حطي. هو كله ده تعزيز للطعم بس بصراحة تاكل حاجة جميلة. بصوا بقى، أنا ما عنديش هاند بلندر، فأنا هحطه كده في الخلاط وهضربه. اهو ضربته. وبعد كده هحط كريم شانتيه. كوباية الكريم شانتيه دي يعني مثلا كيس كريم شانتيه. وطبعا ده الخليط ده، انا بعد ما ضربته حطيته في الفريزر. لازم يتحط في الفريزر وتجمد لحد ما يكون ساعة، يعني زي ما يكون هيجمد. بس طبعا مش هيبقى مجمد، يعني يبقى ساقع قوي. وتضربيه كده. حاجة غنية، جميلة جدا. فيها كل المكونات، يعني حلوة جدا يعني. وبعد كده هجيب الكاستر بيرد خالص تماما، وهنضرب كل الخليط ده ببعضيه. يبقى احنا عملنا ايه؟
كوباية ونص لبن تاني، وكريم شانتيه قولي كيس كريم شانتيه، وحطيت معلقة سكر علشان خاطر الكريم، أو معلقتين سكر زي التحلية دي بمزاجك انتي، عشان خاطر الكريم شانتيه بتاعي كانش محلى، وشوكولاتة اللي هي فيها الكريمة دي المندولين هتحطي فيها، وباكو بسكوت. وبعد كده جبت الكاستر وحطيت كله على بعضيه، وهتضربي برد كده بقى ما شاء الله لحد ما كده يبقى قوامه كده حلو معاكي. بعد كده تجيبي الصينية بتاعتك اللي هتعملي فيها، والجلاش طلع معايا من الفرن كده ما شاء الله زي الفل، اللون الدهبي الجميل ده. الجلاش كل شوية تخشي كده على بوتاجازك أو على فرنك، تقلبي فيه من فوق لتحت لحد ما يصفر معاكي باللون الجميل ده، وتحطي حبة من الخليط اللي احنا عملناه الجميل ده، وهتحطي وهتحطي منه برضو كده، هتسقي بيه الجلاش بتاعك. جربي طريقة الجلاش دي تغيير عن طريقة الجلاش اللي احنا بنعملها على طول، وهتشوفي النتيجة بأمر الله هتعجبك خالص. يعني ده كل الحكاية على فكرة، كل الموضوع خد معايا نص كوباية لبن معلش، نص كيلو لبن، وكان عندي نص كوباية كمان للأمانة، يعني نص كيلو لبن. انتوا عارفين دي بتتباع عندنا في المحلات بكام الصينية دي؟ بتتباع ب450 جنيه. كلفتني ايه؟ نص كيلو لبن ولفة جلاش، والمندولين ب10 جنيه الشوكولاتة، أرخص أنواع الشوكولاتة. والكاستر عندنا في البيت، لو ما عندكش كاستر ممكن تعملي نشا، بس الكاستر بيبقى أحلى يعني. وهتحطي طبقة تاني كده، لو عايزة تخلي حبة تحطيهم طبقة من فوق للتزيين حطي، بس أنا بصراحة قلت عشان خاطر يعني لما تيجي تاكليني إنه كان مقرمش جامد، تحسي بقى بطعمه، القرمشة مع الصوص ده اللي احنا عملناه، الحاجة الجميلة الكريم شانتيه والكاستر ده والشوكولاتات كله الخلطة الروعة دي ما شاء الله، كان حكاية بجد عجب الكل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حطيتوا بقى لايك ولا لسه؟ حطوا لايك كده، اللايك بيعلي الفيديو، شاهدوا لي الفيديو كده وشجعوني. بس هتحطي بقى بقية الكمية. كان عندي بقى صوص الشوكولاتة، قلنا نزين كده ايه كمنظر بس. وكان عندي كمان في التلاجة الكريز اللي هو من عند الحلواني، يدي منظر يعني. كانت جميلة وتحفة. وحطولي لايك وألف هنا وشفا للي أكل. وبصوا بقى بعد ما حطيتها في التلاجة شوية ما شاء الله، بص المنظر. سلام حبايبي.